السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل ست مصرية على وجه الأرض، حبيبتي اعتزي بنفسك. انتي أعظم من اللبنانيات وأعظم من التونسيات وأعظم من المغربيات وأعظم من الخليجيات. انتي يتمناكي جميع رجال العرب. الوحيد اللي بينقص من شأنك هو الرجل المصري. ليه؟ عشان انتي اللي جبتيه لنفسك، انتي السبب في كده. انتي اللي فضلتي تشيلي المسؤولية عنه وتشتغلي وتنزلي تسنديه وتربي أولادك وتروحي تأكلي وتشربي وتشيلي مشاكل وتشيلي أنبوبة وتطلعي دوار وتنزلي دوار وتشتغلي في عربية نقل سواقة وتشتغلي على توك توك سواقة، ودخلتي نفسك في حوار انتي مالكيش فيه. انتي الست اللي تاج راس كل الرجال. أصبحت الراجل بيقول عليكي ان انتي مسترجلة، بدل ما يقول عليك انك جدعة وبتسنديه اصبحتي بالنسبة له مسترجلة. وانا قلت لكل راجل عايز الست اللي معاك انثى ودلوعة، شيل من على كتافها المسؤولية، وهي هتكون لك 4 نساء في زوجة واحدة. مش هتقول عايز اعدد، مش هتقول عايز زوجة تانية. انت عايز تعدد عشان انت عارف انت عايز تعدد ليه. هي هتقول لك كده لو شلت المسؤولية من على كتافها. مش قادر؟ يبقى تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك، تحمد ربنا يا عسل على النعمة اللي في ايدك، لانك النعمة اللي في ايدك دي بيتمناها جميع رجال العرب. يتمناها، يتمناها الست المصرية الجدعة، الجدعة قوي. مش هقول اكتر من كده. اللهم اني بلغتك، يا رب اشهد. وشكرا، وهتزعل مني.